خاص بموضوع الشراكة، شراكة فري فاير. شراكة فري فاير. واخيرا اخونا البارون واللي هو الادمن في شركة قارينا فري فاير نزل فيديو توضيح شامل كامل لجميع صناع المحتوى السجلوا في المسابقة. تعالوا نسمع كلام الادمن البارون في شركة قارينا قال شنو عن موضوع شراكة فري فاير. جيتكم موضوع خاص بموضوع الشراكة، شراكة فري فاير. السلام عليكم، معكم البارون الادمن شركة قارينا. انتم وصلتم الى اكثر من 1000 شخص سجل في قائمة الشراكة. ستوب سبامينج لانه المسألة تاخذ شوية وقت. ممنوع علي ان اعطيكم الرقم اكزاكت، يعني تقريبا الرقم فوق ال1000، فالمسألة راح تاخذ منا وقت. رجاء ما تزعلوش، ما تغشوش منا. اللي ما خذاش حظه في المسابقة هذه ان شاء الله ياخذها في المرة القادمة. انا نزلت الفيديو لانه يوميا تصلني عشرات الرسائل خصوص هذا الموضوع. موضوع نقطة مهمة بالنسبة لموضوع الكي او إلز، يعني صناع المحتوى، راه مسؤول عليهم. المسؤول الاول والمانجر ديالي هو خويا صالح، اكيد لكم تعرفوه، بالمساعدة معي انا وخويا اشرف اللي ديجا نزل لكم الاستمارة في الرابط باش يتم الاختيار منها. الاستمارة نعم وصلت اكثر من 1000 مشارك. باش ننزل لكم صورة، مع انه ممنوع علي ننزل الرقم اكزاكت، لك راح احاول اخفي الرقم. راح ننزل لكم الصورة هي امام. شكرا جزيلا للناس اللي كملت الفيديو. رجاء طاقونا صناع المحتوى اللي شاركوا في هذا البرنامج، اللي تعرفوا انت قدم في التعليقات، دير له طاق. وبالنسبة لليوتيوبر اللي في الشراكة، رجاء حاولوا انكم تريبوستوا، تعملوا لي ريبوست لهذا الفيديو. ليش؟ باش تعمل معلومة والناس تنقص علينا ضغط، لأنه الناس فاكرة إنه القائمة طلعت والناس القائمة راح تطلع. مشكورين كاملين. كان معاكم البارون الآدي شركة قارينا في قسم الكي او إلز وفي قسم الكوميونتي مانجمنت. ثانك يو سو ماتش، ونشوفكم في فيديو جديد. وفي نهاية الفيديو حابة أشكر أخونا الأدمن البارون على التوضيح الجميل ده.